السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ممبار. معانا البصلة كده خرطناها، ماشي، حطينا لها شوية سمنة وشوية زيت، حطيناها على البوتاجاز اهيت. ما عملناش لسه اي حاجة فيها، وحطينا برضو فلفل. كان عندي فلفل قرن، فلفل رومي احمر وفلفل اخضر، بس هو ده اللي انا حطيته. تمام. هنعمل بقى كده النهارده ممبار. الولاد كانوا عايزين ياكلوا ممبار من بدري بصراحة، انا كل شوية اقول لهم ماشي ماشي، فايه قلت بقى اجيبه لهم. ماشي، ادي الممبار اهو اهم يا حبايبي. البمبار انا منضفاه، ما رضيتش بصراحه انضفه قدامكم. تمام. بس احنا كده ايه، لسه ما عدلناهوش اهوت. ماشي، معايا كيلو ونص ممبار. تمام. منضفينه وحاطينه، حاطين خل وحاطين ليمون وحاطين ملح كده، تسبيكه بس تعمل بقى وايه، ونحشيه مع بعضينا. نحط بقى دلوقتي الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، لسه هعمل شفشق تاني واحط برضو. نحط بقى كده معلقه سكر، نحط شويه كزبره بتاع معلقه صغيره. المحشي بيحب الكزبره. الممبار طبعا بنعمله ايه، معامله المحشي عادي. ملح عشان ما احطش ملح على شويه. فلفل اسمر طبعا، يعني نص معلقه صغيره. في برضو ناس بتحب تعمل الممبار ده ني في ني زي المحشي بالظبط، بس انا لا، ما اعرفش. كنت هعمله بصراحه ني في ني، بس لا ما حبيتش. خليها ايه، نص معلقه صغيره كمون، ومعلقه كبيره بهارات محشي. بس حبيبي اللي هي البهارات دي جميله جدا، جربتها جميله جدا. بس كده بقى هنسيبها، نحط بقى ايه مكعب مرقه ونسيبها ايه تتسبك. هي كده ايه، بس هعدلها بقى كده كده عشان اغسلها على الجنب اللي فيها ايه الدهن ده. تمام. اللي عايزين تحشوها كده احشوها، عايزين تحشوها ممكن تقلبوها كده وتحشوها ايه الناحيه اللي فيها الدهن. هعمل بقى كله بالشكل ده، يعني هعدله وارجع لكم. بس حبايبي احنا طبعا حطينا له برده ملح وليمون وخل على اللي هي الايه الناحيه اللي فيها الجلد. تمام. وشطفناها وبنحشي. ماشي، تحشي بقى ايه زي ما انت عايزه، حابه تحشيه الناحيه اللي فيها الجلد عادي، حابه تحشي الناحيه التانية فبراحتك. بص انا بحشي ازاي، بص الجلد بره. تمام. هعمل قدامكم اهوت كده. طبعا ما بيتمليش قوي كده اهو كده، وبنفضي عشان هو ايه بيزيد رز فيه. هنعمل واحده ازاي بقى، نعمل واحده كده، هنمسكها كده نقلبها، هنخلي الدهن من جوه. ماشي كده، زي ما تحبوا تقطعوا بقى التقطيع اللي تعجبكم، اكبر من كده اصغر من كده براحتكم. طبعا ما فيش حاجه رخيصه، مش معنى كده ان احنا مش هناكل، لا هنجيب وناكل، بنجيب على قدنا والله، يعني على قد ما الواحد ما بيقدر ما بيجيب اهو. بصوا بصي الدهن بيبقى من جوه كده. تمام. ماشي، ما بتتمليش قوي عشان ما تفرقعش منك في الميه، بتبقى كده اهي. تمام. هحشي بقى كله بالطريقه دي وارجع لكم. خلصنا الممبار، هنحط بقى ايه يا دوبك بصلايه بس كده في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريكم وانا بنزله برده في الميه. بص احنا بنعمله كده، بيقفل من ناحيتين. الرحيم بص حبايبي كده بيقفل من ناحيتين ونسيبه، يعني احنا مش بنربطه. ماشي تمام كده. الحله دي كبيره عشان احنا بنحب الشوربه بتاعته، انا وعيالي بنحب نشربها، فايه يا دوبك كده اهوت. بس احطهم بقى كلهم بالشكل ده ونسيبه لما ايه، مش طبعا مش هنحط له ملح لما يستوي. بس حبايبي احنا طلعنا الممبار اهو خلاص استوى. بصوا بس سخن طبعا، مش عارفه امسكه، هو كش. كنت مقطعه اكبر من كده شويه بس كش، مش عارفه ليه. بصوا بص كش ازاي، بس عشان انا مش عارفه بس ان انا ايه امسكه عشان سخن. ماشي، دلوقتي بقى هنحمره مع بعض. هنحمر بقى الممبار. ماشي كده. بس حبايبي هنطلع الممبار بص كده اهو، يا اما على مناديل يا اما بقى تمس، اي حاجه تمتص الايه الزيت اللي فيه. بسم الله. هنطلعه بقى كله كده كده ورا. بس حبايبي خلصنا الممبار وحمرناه كله. معلش عيالي واقفين ايه عمالين ياكلوا الممبار، كل ما يطلعوا بياكلوا منه. ماشي كده. هنحط بقى شويه بقدونس كده. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، معلش انا ما نضفتوش معاكم، قلنا نعمله كده اهو من غير التنظيف. في ناس ما بتحبش يعني منظر الممبار وهو بيتنضف.
تمام ماشي. عشان كده ما رضيتش انضفه معاكم. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، متنسونوش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.